بيبدأ الفيلم مع أم وبنتها كاترينا وهم راكبين الطيارة، وفي الوقت ده بتكون الطيارة فيها حركة غريبة وده بيخوف الطفلة كاترينا، لكن أمها بتهديها وبتعرفها إنها مجرد اضطرابات عادية وبتطلب منها إنها تنام علشان ترتاح. فبتسمع كاترينا كلامها وبتنام، بس بعد وقت بسيط بتصحى كاترينا على صوت صراخ، وأول ما بتفتح عينها بتلاقي الطيارة بتتحرك بعنف وكأنها هتقع، وبتسمع واحدة في الطيارة عمالة تصرخ وبتطلب من حد يساعدها لأن جوزها اللي معاها بيكون خلاص مات. المهم كاترينا بتفضل تلف في الطيارة عشان تدور على أمها، بس للأسف مش بتلاقيها، ولما بتبص وراها بتلاقي ست عجوزة عمالة تتكلم بلهجة غريبة ومش مفهومة. واللي بيرعبها أكتر إن لما الست دي بتفتح عينيها بيكون عينيها بيضة تماما. في الوقت ده وسط الأحداث المرعبة دي كلها الطيارة بتقع وكل اللي في الطيارة بيموتوا ما عدا كاترينا واللي بتكون الناجية الوحيدة. ده غير إن حركتها كانت صعبة بسبب إنها مركبة دعامات حديدية في رجليها، وبيعدي على كل ده 20 سنة كاملة، وبنعرف إن كاترينا لسه عايشة عادي خالص. وبنشوف كمان مذيع بيروح يعمل معاها لقاء، وبيكون اللقاء مع كاترينا وبنتها ديانا، وبيتكلموا الاتنين مع المذيع، وبيتعرفوا كاترينا ان خلاص ما بقتش تخاف من الطيران زي زمان، وعدت كمان من الحادثه اللي مرت بيها زمان، وبيعرفوك كمان انهم النهارده هيسافروا بالطياره لابو كاترينا عادي خالص. والمذيع بيتكلم مع كاترينا وبيسالها ايه اكتر حاجه مأثره فيك ولسه بتخافي منها، فبتعرفه انها بتخاف من صوت صرير الحديد لان الصوت ده كان ملازمها وهي بتهرب بسبب الدعامه الحديديه اللي كانت في رجليها. فالصوت ده بشكل ما لما بتسمعه بيرجع ليها الذكريات مش حلوه خالص، ولكن بعيد عن المشكله دي فكل حاجه تمام في المجمل. وبينتهي اللقاء مع المذيع معاها وبيتمنى لكاترينا الخير فبتشكره وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بقى بتركب كاترينا وبنتها ديانا الطياره علشان يسافروا، واول حاجه بيلاحظوها هي ان الطياره فاضيه وعدد قليل جدا من الركاب، وده بيخلي ديانا تستغرب وبتسأل كاترينا ليه الطيارة فاضية. فبتعرفها كاترينا ان الطقس حاليا مش مستقر وفي تقريبا 3 رحلات اتلغوا قبل رحلتهم، فطبيعي يعني ما يكونش في حد عاوز يركب الطيارة. وبعدها بيجي واحد من الركاب اسمه أليكس وبيقعد في مكان جنب كاترينا وبنتها وبيتعرف عليهم وبيبان يعني انه معجب بكاترينا. بس مش دي المشكلة بعد شوية ان كاترينا بتلاقي ست جنبها اسمها جالينا راكبة الطيارة هي وجوزها، وايوه بالظبط جوزها ده اللي كان راكب الطيارة من 20 سنة. المهم بتكون جالينا في الوقت ده مرعوبة لأنها عندها فوبيا من الطيران ومضطرة برضه تسافر علشان حفلة جواز حفيدتها، فبتروح لكاترينا وبتعرفها إنها دكتورة نفسية وبتبدأ تتكلم معاها وبتهديها وبتديها بعد كده برشام كده علشان تاخده وتهدى، وبتسيبها وبترجع تاني لبنتها وأليكس. بس المشكلة إن بعد شوية بتبدأ كاترينا تسمع صوت سرير الحديد فبتخاف جدا وبتتوتر فبتدخل الحمام. لكن الغريب انها لما بتخرج من الحمام فجأة بتسمع صوت امها بتنده عليها وما بتكونش فاهمة اي حاجة خالص، وبتيجي تفتح باب الحمام علشان تخرج بتلاقي نفسها في بيتها القديم وبتسمع امها بتنده عليها وبتكون خايفة، فبتفتح الأوضة دي فبتلاقي نفسها رجعت للطيارة من تاني، فبتهدى وبتاخد البرشام يهديها وبترجع للكرسي بتاعها من تاني. وفي الوقت ده أليكس بيشوف البرشام اللي معاها فبيتكلم معاها وبيسألها مالك، وديانا هي اللي بتتكلم معاها وبتعرف ان امها متوترة شوية وده بسبب الحادثة اللي حصلت لها زمان في الطيارة اللي وقعت. لكن الكلام ده بيضايق كاترينا فبتسكت بنتها، وبعد شوية بقى كل اللي في الطيارة بيناموا، وهنا بتحصل حاجة غريبة وبنلاقي فجأة الطيارة بتنورت باللون الأحمر، وبنلاقي كمان على شبابيك الطيارة دي في أيادي كتير ملطخة بالدم، بس كل ده محدش بيشوفه لأن الكل بيكون نايم. المهم في أحلام كاترينا بتحلم بحلم غريب من الماضي وإنها كانت قاعدة مع أمها وبياكلوا، ولحد هنا كله تمام. لكن مش تمام بقى إن كاترينا بتبدأ تشوف واحدة شبه أمها بالظبط بس مشوهة وقاعدة في مكان قريب، فبتخاف كاترينا وبتبدأ تتكلم مع أمها وتسألها هو أنت حقيقة؟ وطبعا زي ما احنا عارفين إن أم كاترينا ماتت أصلا من زمان في الحادثة بتاعت الطيارة، بس كاترينا دايما بتتوهم بيها. ولما كاترينا قالت لأمها كده اتضايقت جدا وبدأت تتشنج، وهوب عينيها اتحولت للون الابيض شبه الست الغريبه اللي شافتها في الطياره قبل كده. في اللحظه دي بتصحى كاترينا من النوم مفزوعه فبتلاقي نفسها في الطياره عادي وكل حاجه تمام، ولكن المشكله وهي ان الطياره بدات تتهز كده بشكل مش طبيعي بسبب ان في اضطرابات في الجو. فطبعا الست جالينا بتخاف جدا لانها عندها فوبيا من الطيران، فبتفضل تتكلم مع جوزها افخيني، فبيفضل جوزها يهديها لحد ما فجاه بيموت بدون اي مقدمات، وبتطلب المساعده فبتيجي كاترينا وباقي الطياره يساعدوها، وبتفضل كاترينا تحاول تصحي جوز الست لكن للاسف بتفشل، وفجاه بيصحى ولكن عينيه كلها بيضه وبيمسك كاترينا بعنف وبيقول لها كلام مش مفهوم وبعدها بيموت تاني. وفي اللحظة دي كاترينا بتترعب وبتركز كمان على آخر الطيارة، فبتشوف كيان اسود كده غريب شبه الشبح وما بتكونش فاهمة أي حاجة، لكنها بتترعب منه وبعدها بتتكلم مع أليكس وبتعرف انها من 10 سنين وقت الحادثة بتاعت زمان شافت ست عجوزة كده وكان شكلها زي الساحرة بالظبط، وكانت قاعدة وراها على طول تقريبا كانت عمالة تقول تعاويذ، وبعد كده الطيارة بتكون وقعت وبتعرفوا ان شكل ان الساحرة دي كانت موجودة بينهم حاليا،
ودلوقتي بتحاول تكمل اللي عملته زمان وتقتلها هي كمان، وده لان كاترينا كانت شاكه ان دي ست عايزه تقتل كل اللي في الطياره من 20 سنه، ولما كاترينا ما ماتتش جت تاني علشان تموتها دلوقتي. وطبعا أليكس مش بيقتنع بالكلام ده وبيهدي كاترينا وبيعرفها ان اكيد الدواء اللي معاها حاليا ده بيسبب ليها هلاوس وممكن تكون بسبب بتشوف كل ده. فكاترينا بتتضايق من كلامه وبتسيبه وبترجع تقعد مع الطفله ديانا، وبيجي أليكس وبيقعد جنبها وبيتكلم معاها وبيحاول انه يصلحها وبيعرفها انه من 5 سنين لما كان شغال صحفي اتعرض لحادثه ووقع تحت الانقاض هو وزمايله كتير، وكلهم للاسف ماتوا ما عدا هو، وخد من وقتها نفس الدواء اللي معاها ده، وبدا ان يجيله هلاوس فبسبب كده قال لها الكلام ده. فبتتاثر كاترينا بكلامه وبيتصالحوا عادي خالص. بعد كده بتبدا حاجه غريبه تحصل، لكن فجاه بنتها بتتكلم معاها وبتطلب منها ما تبعدش عنها تاني. فبتستغرب كاترينا وبتقولها بتقول الكلام ده ليه؟ فبنتها بتعرفها ان في طفل قاعده وراهم وقالت لها ان امها هتبعد عنها، فبتخاف كاترينا وبتبص وراها فبتلمح حاجه بتجري فبتترعب وبتقوم تشوف ايه اللي بيجري، لكنها مش بتلاقي اي حاجه فبتخاف وبترجع تقعد جنب بنتها. بس مش بيعدي وقت طويل وبتقول لها ديانا تاني ان الطفل قالت لها انها هتبعد عنها لما الراجل اللي اسمه نيكولاس اللي قاعد في اول الطياره يتحرق. وقتها كاترينا مش بتفهم قصدها، بس لما بتركز بتلاقي ان فعلا في شخص في اول الطياره بيولع سيجاره، فبتقوم علشان توقفه لكنه مش بتلحقه وبيولع السيجاره فهوب بيولع كله، وطبعا بيجروا عليها كلهم علشان يطفوه، وفعلا بيطفوه لكن للاسف بيكون اتحرق خالص. لكن كاترينا مش بتركز معاه وبترجع لبنتها تاني، لكن فجاه بتجيلها هلاوس وبتفتكر ذكرى ليها وبتكون قاعده مع ديانا وبيتكلموا. بس لما سابت بنتها ودخلت للحمام حست بحركه غريبه وفجاه شافت كائن او شبح اسود كده زي اللي شافته من شويه بيهجم عليها وبيخنقها، لكن بعدها بتفوق كاترينا من الذكريات وبتلاقي بنتها قاعدة قدامها ومرعوبة، فبتفضل كاترينا تهديها وبتهدى فعلا. وفي الوقت ده بقى بتبص كاترينا جنبها وبتلاقي واحد من ركاب الطيارة اسمه بافلي بيكون قاعد وسط الأحداث دي كلها عمال يرسم، وده بيعصب كاترينا جدا فبتتخانق معاه لأن ما عندوش دم. بس بيجي أليكس في المجمل وبيهديهم وبيخلص الموضوع بعدها، وبيبدأ نيكولاس اللي اتحرق يطلب منهم التليفون علشان يشوف صور عيلته قبل ما يموت، فبيجيب له بافل التليفون وبيشوف عيلته فعلا، وبيموت بعدها في مشهد مؤثر جدا وبيزعل الكل عليه. وبعد موت نيكولاس بتبدأ كاترينا تركز في المكان أكتر، فبتكتشف ان جالينا مش موجوده وبتفتكر انها شافتها بتدخل الحمام من شويه، فبتروح تشوفها علشان تطمن عليها. وفي الوقت ده بيجي الاتنين المضيفين بتوع الطياره وبيحاولوا يمنعوها، فبتبدا كاترينا تقلق منهم وبتشك فيهم لكنها مش بتهتم بكلامهم وبتفتح الحمام فبتلاقي انه فاضي تماما ومحدش موجود فيه. فبتكون كاترينا هتتجنن لكن المضيفات بيهدوها وبيطلبوا منها ترجع مكانها وهم هيدوروا عليها، وبيسيبوها وبتمشي وبتقف كاترينا جنب جثة أفخيني، فبتلاقيه فجأة قام زي الزومبي كده وبيمسك في ايديها، فبتحاول انها تهرب منه لكن بيظهر الشبح الاسود وبيمسكها من دماغها، بس بعد اللحظة دي بيختفي الشبح نهائي. وقتها بتخاف كاترينا اكتر وبتكون عاوزة تنزل من الطيارة دي بأي شكل كان، وبتروح تاخد ديانا بنتها علشان يمشوا، بس بيجي أليكس وبيحاول يوقفها لانها هتمشي فين؟ احنا في الطيارة هنا. بس قبل ما أليكس يكمل كلامه بيبدأ ينزف من دماغه وعينه، فبتخاف كاترينا منه وبتسيبه وبتاخد ديانا علشان يمشوا، بس بيجوا مضيفاته بيوقفوها قبل ما تفتح باب الطيارة الأمامي. وقتها واحدة من المضيفات بتبدأ تخرج مية من بقها وعينيها وكأنها بتغرق فبتقع ميتة. وعاوزك تركز عزيزي المشاهد في موتة كل واحد لأن دي بتكون نقطة مهمة جدا. وطبعا كل اللي بيحصل ده بيرعب كاترينا اكتر. وفي الوقت ده بتشوف الرسام بافلي قاعد وبيرسم البنت اللي كانت لسه ميته دي، فبتتجنن كاترينا وبتاخد منه كشكول الرسم وبتفضل تبص فيه، فبتلاقي مليان صور لكل اللي كانوا على الطياره وهم بيموتوا باشكال موتهم المختلفه، فبتكون هتتخانق مع بافلي وبتساله هو مين بالظبط. بس قبل ما بتعمل كده فجاه بيبدا بافلي يتحرق وبعد كده بيتحول لرماد، وبكده بيكون في الطيارة كاترينا وديانا وواحدة من المضيفات وكمان أليكس والباقي كلهم ماتوا. بس كاترينا مش بتهتم بده كله وبتاخد بنتها علشان تحميها وبتكون هتفتح الباب الأمامي، لكن بيجي أليكس وبيحاول يمنعها هو ومضيفة، بس قبل ما يخلصوا كلامهم فجأة المضيفة بتتشد لبعيد بشكل مش مفهوم. أما أليكس بيبدأ ينزف من دماغه وعينيه كتير جدا وهوب بيقع ميت، فبتترعب كاترينا وبتاخد ديانا وبتفتح الباب الأمامي بتاع الطيارة، فبتلاقي نفسها برضه في نفس المكان في الطيارة عادي خالص، وده طبعا بيرعبها زيادة وبتبدأ تفهم ان كده المكان ده مش حقيقي اصلا وان مفيش حاجة بتكون موجودة حواليها. ومجرد ما كاترينا فكرت بالشكل ده بتلاقي شبح اسود ظهر قدامها وبيجي عليها، ولما بيوصل لها بيخرج منها شكلها وهي طفلة، وده لما كانت في الطيارة من 20 سنة. وهنا بنرجع للماضي في الطيارة زمان من 20 سنة، وبنلاقي ان الساحرة قاعدة ورا كاترينا طفلة وماسكاها وبتقول لها انت دلوقتي لسه طفلة زي ما انت وجنبي في الطيارة اللي بتقع، وكل اللي فيها هيموت وانا دخلتك في حياة خيالية مش حقيقية، وده علشان ما تشوفيش كل ده. وهنا بقى بنكون فهمنا كل حاجة، واللي هي اصلا ان كاترينا كانت لسه طفلة وعلى الطيارة بتاعت زمان، والساحرة دي كانت غرضها خير ودخلتها في تعويذة بتخليها تشوف حياة خيالية مش حياتها، وده علشان كاترينا وهي بتموت في الطيارة ما تحسش بالموت. لكن كاترينا الطفلة فهمت كل ده وفضلت تحاول تهرب، وبالتالي دلوقتي بتصحى كاترينا ولكن وهي طفلة،
لأنها لسه في الطيارة بتاعت زمان، ولكن العبرة هنا إن كل اللي كانوا حواليها ماتوا بنفس الطريقة اللي ماتوا فيها بالعالم الخيالي. وبنشوف إن الطيارة وقعت فيهم في البحر، ومن وسط كل الأموات دي بنشوف إن كاترينا لسه قاعدة على الشاطئ في جزء من الطيارة لسه متدمرش، وبتكون جنبها أمها اللي بتنزف وبتموت. بس الشيء السعيد إن كاترينا مش بتموت زي ما كانت الساحرة فاكرة. وبعد كده بتصحى كاترينا وبتكون الناجية الوحيدة برضه من الطيارة، وفضلت هي الوحيدة اللي لسه عايشة. ولحد هنا بينتهي الفيلم.